وكي درتو مع الاجواء ديال المونديال ومع اخر ماتش ديال المغرب مع هايتي، واو شحال خرجت منا بهذاك الماتش وما نعاودش لكم. الرعب عشنا هذاك النهار. فكرني هي في داك الماتش ديال المغرب مع نيجيريا في كاس افريقيا، ناري ديك 90 دقيقه هي اطول 90 دقيقه ممكن تعيشها في حياتك. ولكن البارح راه ما نعاودش لكم، راه كاع دوك الدعاوي اللي حفظتهم في الصغر فاش تنشوف جداواتي وماما والعائلات يتفرجوا في الماتش وتبقاو تيدعاو، هاكوك درت انا البارح. يا ربي هاد الوليدات تفرحهم، يا ربي يحفظهم، يا ربي يعاونهم، يا ربي ما نعاودش لكم. مهم 3 نقاط الى غير ذلك من الدعاوي الزوينين. ايوا صراحه الحمد لله خرجت بسلام. تنقول انا صافي شي عوينه خرجه في هذا المنتخب، هي جالسين وتابعين وحاضيين والقاره كامله حاضيه، العالم كامل حاضيه. لا يلا وصافي الله يخرج هاد الاجواء بخير. اليوم هاد الحلقه هي فيها جوج قضايا اللي غادي تجيونا بجوج لمصر، ياك ايوا سيروا وجدوا راسكم وديروا شي براد ديالها حتى يكون منعنع. انا راه وجدت الكاس ديالي هنايا فيه واحد الساشيه ديال النافع باش ترخين ونمشيو معكم دقه في هاد القضايا. ايوا المهم نبداو باول قضيه ديال محمود هو واحد الراجل عادي متزوج عنده 4 ديال الوليدات عزيز عليه يدير الرياضه في الحياه ديالو. الحلم ديالو هو انه يولي عنده جسم مهم بين قوسين مثالي بالنسبه ليه، يعني العضلات يكونوا شادين بلاصتهم، طراسي مزيان، داكشي هو هذاك. كيف العاده محمود كيمشي ويجي لاصال كلشي هاني بخير. كيقول هو انه عنده مهم ديك 56 كيلو، يعني واحد الانسان اللي هو رشيق على باز، يعني بقى ليه دوك العضلات يطراسيهم صافي. هو يتسلط عليه واحد الكوتش كالصالات، كان هو واحد النهار كيتريني هو يجي يوقف عليه، قال لي اخويا شوف بلا ما تبقى مطول بزاف في لاصال، الا بغيتي النتيجه سير دك لك الهرمونات وصافي. محمود بلا ما يقول لا ولا لا طق في الكوتش اللي كاين في لاصال ومشى شرا مسكين هذوك الهرمونات. الكوتش هو واحد الشخص اللي كيعاون نورمالمون الناس فيهم في الحركات، كيوريهم بحال مثلا دار شي حركه ما مقاداش ولا شي حاجه. ولكن الغريب هو انه هذا الكوتش هذا مشى نيشان عنده هو وقال لي شري الهرمونات. المهم ما عليناش، نقدروا نعتبروا ان هذا الكوتش هذا يقدر يكون تيبغي بزنس، يعني تيدبر على الكليان باش يبيع لهم مكملات ولا الهرمونات ولا داكشي. محمود طاق فيه ومشى شرا الهرمونات، وكيعاود انه كيبدا مسكين ب5 مليلتر كيدكوها في كل عضله وداكشي، وانه المشكل انه خصك تدك داكشي يوميا. هاكا كيشري، وداك اللي كيشري من عنده مره كيبيع ليه ب2000، مره 2200، شويه لا 2500، شويه 3000، ومسكين حط الفلوس هذاك محمود صراحه باش يشوف واحد النتيجه. الجسم ديالو في الاول تفرقع ولاو العضلات مطراسين داكشي هو هذاك، ولكن الصدمه هي فاش الجسم ديالو تشوه. فالكابتن طبعا قعدت خدت اول 10 سم 3000 جنيه. بعد كده يعني صرفت كتير ساعتها. انا صرفت مبالغ كتير قوي والله والله الحاجات دي غاليه مش رخيصه، ورغم ان هي مجهوله المصدر، رغم ان هي موجوده في مصدر. هو مصدرها مع الشخص ده بس. اول 10 سم ب 3000 جنيه. بعد كده كنت باخد ايه بقى كل يوم مثلا نص سنتي ونص سنتي. بعد كده اصبح سنتي وسنتي، بعد كده اصبح 2 سم و2 سم، بعد كده 3 سم و3 سم، 4 سم و4 سم. بالفايل ما يكملش معايا كام يوم. طب اعمل لك خصم ابو 3000 ب 2000 ونص مثلا، ب 2000. يعني انت كل ما تيجي تاخد كام سنتي بحوالي 3000 جنيه. ال 10 سم اول مره خدتهم 3000، ثاني مره مثلا ب 2000 ونص، ثالث مره ب 2200. يعني عمليه تجاريه بالنسبه له. قعدت 45 يوم اخد الحقن دي كل يوم. 45 يوم وقفت 45 يوم بقى. بعد كده بقى تميت الشهرين، يعني بقيت عامل زي الفرخه اللي بتتحقن. يعني 45 يوم بقى عندك عضلات بس هوا، يعني ملهاش لازمه. يمكن حقن الفراخ ممكن تعرف تتعالج منها، الماده اللي انا خدتها مش لاقيين علاج. ايوه بس انت عضلات ولكن ملهاش لازمه، شكل بس كان يعني شكل بس. الجسم ديالو تشوه، العضلات ديالو كلهم هبطوا ولا عنده واحد الفورمه ماشي عاديه. الحلم ديال محمود تحول الى كابوس، الحياه ديالو تبدلات، الحاله النفسيه ديالو انهارت، تحول بواحد الطريقه اللي كتخلع. دخلت في 60 يوم بدا يحصل التهابات، الاقي جسمي يحمر كده، يطلع خراج، اروح افتحه. فسالت الكابتن بتاع الجيم اللي بيدينا الحقن ايه ده؟ قال لك ده حاجات عاديه، خد برشام للالتهابات هيهدي الموضوع، حساسيه. وفعلا كده كل 60 يوم يعدوا الاقي جسمي يزيد اكتر من 73 75 77 80 لحد بقى دراعي وصل 84 سم. يا نهار ابيض، ده كده بقت مصيبه. رحت المستشفى قال لي لو شلت دمبل
العضله تنفجر من مكانها. بطلت واتجهت بقى للمستشفيات وكده، نروح نسحب الماده نحللها، مش عارفين نحللها لان كذا ماده مركبه مع بعض. الصديد بيخرج من هنا وفتحت هنا وفتحت هنا رحت مستشفيات كتير قوي لحد ما وصلت للدكتور قال لي مالكش علاج. طب ايه الحل؟ حل تسافر بره. بعد ما كنت واخد صاحب اكبر عضلات دلوقتي بقيت عاوز اتعالج بقى، ورحت سبت لان انا كله لقيت نفسي بموت بقى. قبل ما نشوفوا شنو قالوا لي الاطباء زعما في الحاله الصحيه ديالو، اجيو نفهموا اشنو هما هاد الهرمونات وعلاش كيدقوهم هاد الناس هادو في عالم الرياضه. الهرمونات هما واحد الحقن اللي كيديرهم الانسان باش يزيد في الحجم ديال العضلات ديالو، ولكن الانسان بعض المرات ما كيعرفش انه راه دوك الهرمونات راه عنده هو اصلا في الجسم ديالو، بحال التستوستيرون، بحال هرمون النمو و IGF-1 اللي خلقهم فينا الله واللي كيعاونوا في بناء العضلات ديالنا بواحد الطريقه اللي هي سليمه. غير خاصنا ناكتيفيوهم تمارين صحيه وبالتغذيه السليمه. غير هو هذا الشيء هذا كيطلب وقت ومجهود كبير، ولكن في هذا العصر هذا كلشي كيبغيوه بالزربه. وهذا الشيء اللي وقع لمحمود، كيلتجئوا للحقن اللي تتكون هي فيها هرمونات، وهاد الهرمونات هادو راه ماشي هما هادوك الهرمونات اللي عندنا حنا في الجسم ديالنا، ولكن هما مكونين من واحد الزيوت ومن واحد مواد كيميائيه اللي كتكون غريبه على الجسم واللي كيدكها الواحد بلا ما يعرف اشنو غادي يوقع ليه في الجسم ديالو، واللي كتعطيه واحد الشكل وهمي ديال العضلات. ومحمود هو مثال حي على هاد الكارثه اللي يقدر يوقع فيها اي شخص التجأ لهاد الهرمونات هادو. النتيجه اللي كتوقع هي انه العضلات كيتشوهوا، وهذا الشيء اللي شفناه عند محمود، كيوليو عنده التهابات خطيره في الداخل، وكيولي مسكين كيعاني ديما من صداع. داكشي تيبدا تيزد حليه في الجسم ديالو وتتخربوا ليه الانسجه اللي تيكونوا العضله. فكده انا بحرك الدراع بس هتلاقي الكتله زي ما هي ثابته، يعني بس الدراع اهو بيتحرك بس الكتله ثابته. بس بعد سن معين خلاص الماده دي بتحس ان بقت كده، لازم يعني يحصل بتر، ملهاش حل تاني غير بتر. الناس مش فاهمه كده، هو فرحان بالشكل ده، دخلت في سن ال50 لازم بتر. حتى لو كان شكله معقول برضه هيبقى برضه هي ماده صناعيه، هي شكل ثابته كده. شكل بعد سن ال40 جسمك مش هيحرق. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 42 سنه طبعا. وهذا الشيء هذا غير استجابه للجسم ديالو اللي رفضات هذاك الشيء اللي دخل ليها اللي هو الجسم الغريب اللي هو الهرمونات. دابا محمود مسكين اشنو قال ليه الطبيب؟ قال لي انه العضلات بحال عمرات بالقيح من الداخل، والانسجه تلفو والاعصاب حتى هما تلفوا ليه في العضله ديالو. في واحد البودكاست قال محمود باللي العضله ديالو ما كتحركش نهائيا، وحركي تجي وكتبان العضله ديالو ما كتمددش، حيتاش العضله معروفه بالتمدد والتقلص. هادشي كنا قريناه ديك الساعه في الباك في السيونس. الله الا فكرني في دوك ايامات ديال الوطني والجهوي. واصحاب الوطني والجهوي وكيدوزتو امتحان، واش هانيه، واش لاباس، واش نجحتو، اش درتو، المهم بين قوسين تذكرتكم. وقال لي الطبيب باللي عنده حاليا خاصو يدير ضروري 20 عمليه، يعني كاع دوك البلايص اللي تلفوا ليه في الجسم ديالو، حيتاش ماشي غير يديه ولا سميتو راه حتى ظهرو خرجت فيها واحد العضله كبيره. كيف ما كنعرفوا اصحاب كمال الاجسام تكون عندهم واحد العضله في العنقره ديالهم اللي كتسمى بالفراشه، يعني حتى هي تتكون خارجه لهم، ماشي المهم تتكون باينه، ولكن محمود خرجت ليه بواحد الطريقه صعيبه بزاف، يعني تشوهات ليه حتى العضله ديال الظهر، عنده بزاف ديال العضلات. وقال اخر مره بلي راه دار اول عمليه من بين هاد 20 عمليه وتكرفس بزاف، وحيد ليه الطبيب كاع داكشي اللي خسر ليه في ديك البلاصه. المهم دار العمليه، اول عمليه على العضله اللي كاينه في الصدر ديالو، حيد ليه تقريبا قال لي 5 كيلو ديال داكشي ديال اللي خسر ليه في هذيك البلاصه، ودار تقريبا 200 غرزه. فما بالك هذيك 20 عمليه. وقال لك هذيك العمليه مرض فيها بزاف، ماشي غير عضليا، قال لك ما بقاتش في ديك العمليه ولا عدد الساعات اللي دار، ولكن بقى فيه اكثر الصحه النفسيه ديالو، لانه كيفكر في هذاك الشيء اللي جاي ديك 20 عمليه اللي خاص يدير. القصه ديال محمود كتعطي درس كبير لكاع اي واحد فكر انه يدير نفس الحاجه. محمود حاليا كيطالب جميع المسؤولين اللي كيعطيو الرخص القاعات ديال الرياضه انهم يديروا واحد المراقبه باش هكا الناس ما يبقاوش يبزنسوا كيف ما بغاو،
في المنتوجات او لا بحال هاد الحقن، حيت كاينين الناس اللي تيكون الداخل ديالهم خبيث اللي ما كيهمهمش البشر الاخر، كيهموه غير يدخل الفلوس باي طريقه. للاسف هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه مؤخرا اي بلاصه في العالم، ماشي غير في مصر ولكن في اي بلاصه في العالم. فردوا بالكم وطلعوا في راسكم بطريقه اللي تكون صحيه، وراه اكيد وديما سيروا داكشي تيكون طبيعي، لان الله خلق فينا شي حوايج اللي حنا مازال ما عارفينهمش كاملين بطبيعه الحال، واللي ممكن طلعوا فيهم داكشي اللي خلق سيدي ربي فقط. ندخلوا في القضيه ديال عمر ودنيا، اللي صراحه وانا كنبحث في هذه القضيه وراسي تنفخ فريمون. واحد الكم هائل ديال الهضره والقيل والقال، وتتحس بكل واحد هاز المصحف تيحلف بالله وتيقول لا انا قال لي هذا، تتحس بالطاقه تتشتت في القيل والقال. وبعد مرات نفهم مره ما نفهمش، عرفت. المهم انا غادي نحاول نقول لكم اشنو فهمت، والا كنتو فاهمين شي حاجه اكثر مني زيدوا عليا في التعاليق باش تعاونوني حيتاش راه فريمون قصه مشعبه مشعكه. اكيد غادي تكونوا شفتوا القصه هي ديال عمر ودنيا اللي تعرفوا شحال هادي وداروا الخطوبه ديالهم وما يتزوجوا. في الاول كانوا تيقولوا 4 سنين، هذه الاخبار اللي خرجت، ولكن في اللقاء الاخير مع ريهام ناصر في البرنامج ديال صبايا الخير، دنيا قالت لا بلي راه تلاقاو في 2024 وتزوجوا وداروا الخطوبه ديالهم في 2025. المهم داكشي قريب ما كاينش كاع هذيك 4 سنين. وبالعكس بيقول على مدار 4 سنين منهم 2 خطوبه انت كنت كويسه قوي معايا. ممكن اتكلم بقى في النقطه دي، نمسك نقطه اللي طلع اشاعه ان احنا مع بعض بقالنا 4 سنين. ما بيقولش كلام حقيقي اسمع خالص. بدايه معرفتي بعمر كان في عيد ميلاد صاحبتي، وكل ده معايا اثباتات ليه. كنا عاملين فيديو تعارف انا وهو مع بعض للفيديو بتاعتنا، كان في شهر 2 2024. عمر دخل بيتنا عشان يتقدم في شهر 4 او شهر 5 24. عملنا خطوبه، فضل بابا معلق الموضوع بين وبين لا، بين 6 أو 7 شهور. اتخطبنا في شهر 8 11 2025. ف يعني المعلومه غير صحيحه خالص ال4 سنين دي. المهم حنا ماشي شغلنا في 4 سنين ولا مش 4 سنين، حنا بغينا نعرفوا اشنو وقع بيناتهم نهار الزواج ديالهم، حيت هما شخصيات معروفه وكيديروا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي. شاركوا مع الناس الفرحه ديالهم في الزواج، وبينوا انهم كيسنيو وفرحانين وكلشي بخير والعرس كيداير وداكشي ناضي وهذاك. راكم عارفين مواقع التواصل الاجتماعي اللي ديما كتوصل كلشي مثالي بيرفكت صافي، هي هاديك داز كلشي بخير. ولا غد ليه هو يخرج واحد الفيديو اللي دار بوم في السوشيال ميديا، واللي كان وراه عمر خرج كيبكي وكيصرح انه في هذيك السنيه اللي سنا في داك العقد ديال الزواج تنصب عليه من طرف دنيا هي وعائلتها. وكيقول الفيديو ده موجه لوزاره الداخليه وقضاه مصر. يا جماعه انا عريس اتكسر فرحتي واتغدر بيه واتنصب عليا يوم كاتب كتابي، والمصحف ده كلام اشهد عليه قدام ربنا. كل كلمه هتطلع مني صدق، مش هكدب في ولا كلمه هقولها في القصه دي. انا يوم كاتب كتابي قعدنا كلنا عشان نكتب كاتب الكتاب وكتبت الكتاب، وقعدت اسال المأذون ايه الورق ده انت بتمضينا على ايه؟ انا مش عاطي اخوانا طبعا وبتعامل باصلي، وهو مش عايز يقول لي، المأذون ما كانش عايز يقول لي اي حاجه خالص. المهم خلصنا يوم كاتب الكتاب، فرحنا وعيطنا وانبسطنا وروحنا نمنا. صحيت الفيديوهات اتبعتت لي ولقيت نفسي بمضي على قايمه على بياض. طبعا بقى كل الكلام ده بدون علمي، بدون علم اهلي. ابويا اللي كان موجود معاهم من اول اليوم محدش بلغه، كانوا كلهم عمالين يتهربوا منه ومحدش بلغه باي حاجه ولا عرفه انا همضي على ايه، ابنك هيمضي على ايه. يعني انت تكتب فيها اللي انت عايز تكتبه وبعد كده انا توديني في داهيه. ومعايا اثباتات لكل كلمه انا بقولها. وكل اللي في الفيديو ان المأذون عمال يخبي صوره القايمه، ورقه القايمه كان عمال يمحيها، مش عايز يوري لاي حد انا بمضي على ايه. والمصور عمال يقول لي نزل الشنطه وهو ما كانش عايز ينزل الشنطه، وقاصد ان هو يحط الشنطه وعمال يرفع في الغطا بتاع الشنطه عشان يداري الورقه تماما، عشان يداري انا بمضي على ايه اصلا. واقول له يا شيخ انت بتمضيني على حاجه انا مش عارفها ولا ايه؟ انا شاكك فيك. يقول لي يا عم امضي، ده انت بتمضي على عمرك وموتك. قسما بالله ده حصل، ومعايا اثباتات. كل كلمه بطلعها معايا الاثبات بتاعها. يعني بالله عليك لو انت مأذون بتتفرج عليا، في مأذون كده، في مأذون بيعمل كده. وبصوا بقى الصدمه اللي انا فيها واللي هي قهراني لحد دلوقتي. ابو العروسه كان يعرف كل حاجه، والعروسه نفسها كانت عارفه كل حاجه. يعني انا المغفل الوحيد اللي كنت في الفرح. ومع العلم بقى ان ابويا يوم الخطوبه قال له طلباتك ايه يا حاج؟ قال له يا عم سيبها على ربنا زي ما هي ماشيه، ولا جاب له سيره قايمه ولا جاب له سيره اي حاجه خالص. واول ما حددنا كاتب الكتاب واخترنا القاعه واخترنا كل حاجه، رحت له قلت له يا حاج اجيب لك الحاج ابويا امتى عشان نتفق على حاجات كاتب الكتاب وتفاصيل كاتب الكتاب؟ يقول لي مش وقته. 3 مرات اروح له، يعني تلبسوني يوم كاتب الكتاب وتغفلوني وابقى كده تمام وابقى كده راضي. هو في حد بيوافق على حاجه زي كده؟ سنا على واحد العقد اللي سميتو القايمه. هاد القايمه اولا القائمه هو واحد العقد ديال الزواج اللي كيديروه في مصر.
راكم عارفين في مصر كيكونوا بزاف ديال العقود ديال الزواج، كيف ما كنا كنسمعوا في المسلسلات ها العرفي، هي زعما داك الزواج اللي كيبي شي واحد يديرو بلا ما يعرف ليه خبارو. مثلا تيكون شي واحد مجوج وكيبي يتزوج شي وحده بلا خبار عائلته ولا بلا خبار مرته، كيمشي كيجي داك العقد ديال العرفي، زواج عرفي وسير وسير. واللي على حسب ما فهمت انه في مصر واخا تسمعوا راه مثلا العقد ديال الزواج ديال القايمه، ولكن واخا هكا كيختلف ما بين منطقه لمنطقه على حسب التقاليد ديالو. في بداية الموضوع خالص هم عندهم عرف في العيلة ان مش بيكتبوا قايمة خالص. فطبعا احنا كاسكندرانية تمام، هم كاسكندرانية العريس بيبقى شايل شيلة تقيلة شوية. بابا ماشي بالنظام بتاعه، بابا من المحلة تمام. فطبعا العريس بيجيب الخشب فقط، العروسة اللي بتجيب كل حاجة حتى تقفيل المطبخ الكهرباء كل حاجة على العروسة. فجيت يا جماعة احنا عندنا بنكتب قايمة. معنا في اسكندريه هو في اسكندريه العريس اللي بيقفل المطبخ وبيجيب الاجهزه هو ده نظامهم. هو ما مشاش بالنظام. لا ليه في اسكندريه الشيله تقيله على البنت؟ هم كده لا على الولد. كل مكان وله عرف، يعني مثلا نقول المحله بحكم فلاحين بيحبوا يقفوا مع بعض يساعدوا الموضوع. العمليه مش عمليه ماديه، عليك عليا الموضوع بيتلم. المهم هو قال انه سنا ونصبوا عليه في هذاك القايمه ديال المنقولات. يعني مثلا فاش كيسنى هو على داك الزواج فانه كيوافق يسنى على شيك على بياض، يعني انه في حاله الله يستر تفارقوا طالقوا داك الشيء، المراه كتمشي كتعمر هذاك العقد باش ما بغات، بحال مثلا الفراش ولا تدي معاه الشقه ولا المهم اي حاجه تديها معاه في الاخر. هو ما كانش عارف علاش اشنو كيسني، هذا هو المشكل اللي طاري دابا. تيقول لهم علاش ما قلتوش ليا انا علاش اشنو غادي نسني. هو كيفاش اكتشف القضيه كان هو كيمونتي الفيديوهات، واحد شويه ويبان ليه السميه ديال القايمه المنقولات كذا كذا، ويمشي عند با وخو وقال لهم راني سنيت على العقد فلان فلاني اللي سميتو كذا. وهما ينوضوا كيجريو مشاو عند عائله دنيا، هو ينوض صداع ويتخرج دنيا حتى هي كتحلف بالقران وكتقول ليه لا وها اللي كاين وها اللي كاين. ولكن بزاف ديال الناس حسوا بها انها بعض المرات كتقول الكلام وكتقول النقيض ديالو، يعني انها كتنقولوا حنا كتدخل وكتخرج في الهضره. يا شيخ اتجوزوا اختها الاثنين اوسخ شبه بعض بقى، ما تخلوناش بقى الواحد بقى يطلع الفاظ ما تنفعش بقى. يا شيخ هبل قرف والله العظيم، لو اخر راجل على وش الدنيا على وشه تحت جزمتي. والناس بقاو كيقولوا كيفاش هادو 4 سنين او لا، المهم ما كتهمناش المده، كيفاش هادو كانوا كيتعرفوا جوجو عن حب ودوك التصاور اللي كنشوفوا في السوشيال ميديا وداك الشيء، وجاو حتى لدابا نهار واحد موراه ناض الريقاطه وناض صداع بزاف. والمشكل الثاني اللي كاين هو ديال الشقه اللي ديال الاب ديال دنيا، وكان شراها شحال هادي بواحد الثمن معين وناوي انه يستثمر فيها، زعما انه بعد سنوات يربح فيها. هاد الشقه هادي اقترحها على عمر باش يشريها من عنده، ولكن قال لي زعما وانت ساكن فيها غادي تبقى تزيد تخلص فيها. انا هادشي اللي فهمت، حيتاش بعض المرات ما كنفهمش بزاف المصريه، زائد داكشي مشعكك بزاف وما واضحش القصه، ما واضحاش مزيان. المشكل اللي وقع هو انه وسط هاد الخصام والجدل اللي طاري خرج واحد الطرف ثالث اللي ما كانش منتظر نهائيا، اللي هو الخطيب الاول ديال دنيا. ازاي انت بتقول حب 4 سنين؟ يعني ازاي حب 4 سنين؟ مش فاهم. حب 4 سنين ودي صوره من خطوبتي لخطيبتك او لطليقتك مثلا او مراتك ايا كانت لسه على ذمتك ولا لا، والصوره تاريخها 21 مارس 2023. بصراحه ما عرفش واش عمر كانت فراسو قبال ولا لا، ولكن خرج هو وقال نفس الطريقه ديال داكشي اللي وقع لعمر، يعني خرج ورا التصاور ديالو مع دنيا ديال الزواج وقال باللي دات لي واحد القدر مالي معين. يعني هنا كتطرح واحد علامات استفهام كبيره، لانه قصص متشابهه كتحس بجوج دراري كيقولوا تقريبا نفس الهضره. داكشي ما مفهومش، حيتاش الاب تيقول لا انا خصني نضمن حقوق بنتي، واش حقوق بنته فلوس؟ واش داكشي ما باينش مزيان. هما بادين من الاول هاد الزواج هذا بحال بيزنس، بغاو زعما كدا يضمنوا هذا الاوراق الفلوس داكشي بزنس، ولكن ماشي هكا كيكون الزواج، خاصه الا كانوا جوج مجوجين عن حب، يعني كيبداو بواحد النيه كبيره. والزواج واحد العلاقه قدسيه خلقها الله. زائد دابا فاش تدخلات العائلتين بجوج ديال دنيا وعمر، يعني
الدراري ولاو حاسين بضغط كبير، وكل واحد كيحاول انه يبرهن ويعلل وداك الشيء، يعني ولا واحد الضغط عليهم. وهذا الشيء هذا هو اللي صعيب شويه في المجتمعات العربيه بصفه عامه، هو داك التدخل ديال العائلات. ومؤخرا شفت في المغرب باللي تقريبا تزاد نسبه الطلاق ب 12%، ولينا كنشوفوا مؤخرا باللي الناس كيطلقوا من بعد شهرين 3 شهور 4 شهور. وهذا الشيء الاحصاءات كتقول انه تزاد الطلاق بنسبه 12% بسبب تدخل ديال العائلات، ماشي في الزواج ولكن في الحياه الزوجيه ديال واحد الشخصين اللي هما قرروا او لا جمعتهم الوقت مثلا باش يتزوجوا، كيوليو تيدخلوا الطرفين، يعني كتولي بحال حلبات الصراع، كيقول كل واحد كيجر للطرف داكشي ما مزيانش. يعني صراحه ما عرفتش التقاليد هادو منين جاو، والدين صراحه تيقول لنا جينا بالفضول وما ندخلوا في حتى شي واحد، ونبغيو الخير للناس كيف ما كنبغيو لراسنا، ولكن ما كتفهمش داكشي منين جا. وانا شخصيا كيبان لي ما عنده حتى شي معنى، لانه بحال مثلا هذوك الوالدين مثلا اللي كيتدخلوا حتى هما مثلا في واحد الوقت كانوا ما بغاوش شي واحد يتدخل لهم في حياتهم، يعني علاش هما مثلا غادي يتدخلوا في حياه اولادهم؟ ما عرفتش. حيت انا بالنسبه لي مثلا الزواج هو بحال مثلا واحد الطوير عنده وليداتو وتيكبروا تيمشي كل واحد تيدير العش ديالو، يعني هذاك الطوير صافي تينسى داكشي، ما تيمشيش عند الطوير ولدو يمشي يوقف عليه هو وعائل، هذاك الشيء ما كاينش في الطبيعه. يعني الواحد بلا ما يعقد الامور يشوف هي الطبيعه اللي دايره به وغادي يفهم الفطره اللي خلقنا عليها الله. قولوا لي انتم في التعليق شنو بالكم في هذه القضيتين بجوج. واخا صراحه القضيه الثانيه جاتني مشعكه، حاولت نختصرها لكم بعجاله، وإلا نسيت شي حاجه قولوها ليا، وما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب، كنبغيكم بزاف. باي باي.